مشاهدينا هم جزء من مجتمعنا، نسعى لاحتوائهم دائما، وأحيانا يشعر البعض منا أنهم يمثلون عبئا أو حملا ثقيلا على أسرتهم، إنهم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. في بادرة من المساهمات الفعالة في هذا المجال يقوم المصور العالمي خالد أبو الدهب بعمل دورات تدريبية في التصوير الفوتوغرافي لهذه الفئة تحديدا، بهدف خلق فرص عمل لهم ومساعدتهم على الاعتماد على أنفسهم لكسب قوت يومهم. إذا طبعا اهلا وسهلا بالمصور العالمي خالد ابو الدهب، بعد غيبه رجع لنا مره ثانيه. اهلا بك يا رجال، يسعد صباحك خالد. وحشني وعلى طول ما بعرفش اعيش من غير. الله يخليك. تملي وحشني، حلوه تملي. اذا خبرنا خالد، اول شيء طبعا نلاقي مساهمات ربما من جهات كثيره في دعم ذوي الاحتياجات الخاصه او المعاقين، فاليوم هذه ربما مساهمه جديده وخط جديد، فخبرنا بالضبط كيف اول شيء البعض يتساءل كيف ممكن تتعامل معاهم، علشان كمان بالذات في فن التصوير يبغى له كمان ادراك عالي. بالضبط، هو الفكره زي ما انت عارف يا رجين ان في مجتمعنا العربي في مجهود كتير قوي لذوي الاحتياجات الخاصه. نعم. فانا فكرت من خلال مهنتي ازاي نعرف نضيف حاجه ولو صغيره للمجهودات دي. الفكره ان الناس برضو يعني واخده فكره ان ذوي الاحتياجات الخاصه بيحتاجوا بس ان احنا نعمل لهم ترفيه او نضحكهم في وقت معين، وبعد كده كل واحد فينا بيروح بيته. ده معظم الفكر السائد. نعم. فكانت الفكره ان احنا نعمل برنامج تاهيل ليهم، نعلمهم نديهم مهنه يعرفوا يكسبوا منها دخل وكده. طبعا الموضوع محتاج دراسه، ما كانش موضوع سهل تماما، ان هم درجات الاعاقه عندهم مختلفه. صحيح. ففي منهم ناس مثلا ما بيسمعوش ما بيتكلموش، انما الذهن عندهم او التفكير عندهم 100% تمام، تعرفي تعتمد عليهم جدا. ممتاز. وفي ناس عندها مشكله في جزء معين في المخ، بس بيفهموا اللي انت بتتكلميه، بيعرفوا يسمعوا كلامك ويعملوا حاجات، بس ممكن مثلا يعني انا قابلت حاجات غريبه جدا، ما بيهتموش بالفلوس فقط. لو اديتيه فلوس مش هيعرف، لو ضغطت عليه في تفكير شويه مش هيعرف، انه ممكن يساعدك في مكان معين، في لوكيشن تصوير مثلا، يحب الموضوع ويبتدي يساعدك. فعالين يعني بشكل او باخر. طبعا. فانا استعنت بصراحه بخبيره طبعا في الموضوع ده، وهي اللي هتقوم بتدريس معايا الكورس. اسمها كاترينا بوهوتسكا. دي كاترينا معاها ماجستير في علم النفس وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصه. اذا هي راح تمسك الجانب النفسي، هي هتبقى معايا بالضبط في الجانب الخاص بالتعامل معاهم والنفسي، وان هي كمان عندها 8 سنين خبره في لندن، شغاله في المجال ده، واشتغلت هنا في دبي 2 سنين. ممتاز. وانا وهي هنقوم بتدريس الكورس ده. اوكي. خالد، سؤال يعني شوي بصراحه، هذا المجال، مجال التصوير الفوتوغرافي، مجال جدا حساس بالنسبه لاي شخص. يعني مثلا سواء حفله عرس او عيد ميلاد، الواحد تهمه الصوره، لازم تطلع من احسن ما يكون. اكيد. يعني لا يقبل بالمجامله. بالنسبه لتوظيفهم، يعني كأن تكون هذه الدوره من اجل ان ينتقل لمرحله الحرفيه، وانه يشتغل كمصور او كمساعد مصور. هل يستطيعون الوصول لهذه المرحله فعلا، والا باب التوظيف راح يكون من منطلق العطف فقط؟ ما هو ده اللي انا عايز اوصله، مش عايز ان احنا نوظف الناس دول نديهم فلوس عشان بنعطف عليهم، لا خالص. بالضبط. فاحنا هنأهلهم الشريحه منهم اللي هم عندهم فعلا استعداد يتعلموا ويستوعبوا ده بشكل تقني يعني عالي جدا. جميل. والصور اللي هتشوفوها النهارده يمكن هتديكم فكره احنا بالظبط هنعمل معاهم ايه. واحنا هنكون اول مثال لتوظيفهم. يعني احنا كالمشروع بتاعنا هيكون اول مثال لتوظيفهم. طبعا توظيفهم هيبقى محدود بشروط معينه، اكيد مش مطلق، انما هيؤهلوا جدا ان هم يشتغلوا في مجال زي ده. نعم. طبعا راح يكون حسب الامكانيات يعني المتاحه بالنسبه لهم، بالظبط على حسب قدراتهم العقليه هيتم توظيفهم في مساعدتنا احنا اول حاجه، وبلس ان هيكون عندنا ان شاء الله يعني بعد كده كذا ناس عندها نفس الموضوع. نعم. فهم اوائل الخريجين دول هيبقوا يعلموا بقى، يساعدونا كمان في تعليم الناس كمان اللي عندهم الدفعات اللي بعدهم. بالظبط. ممتاز. هل فكرت انك تعمل معرض ليهم، وهل كمان تم التواصل ما بينك وما بين بعض الجهات اللي ممكن فعلا ان هي تستفيد منهم وتوظفهم فيما بعد؟ طبعا في هنا دي اول حاجه احنا عملناها، تواصلنا مع حاجتين، الجهات اللي هي عندها الناس والجهات اللي ممكن توظف، اللي احنا على اتصال بيهم، يعني شركات مثلا او مع جاليريات نعرف نعرض شغلهم، عشان احنا عايزين نخلي الناس تصدق لا ده انا ممكن اديلي فلوس ان انا حابب دي، فانا عايز اوصل دي قبل ما احنا فعلا نبتدي نوظفهم بشكل والناس ما تعرفش. هل نشوفها هي نماذج من صور هم اخذوهم؟
دي دلوقتي صور الميكنج واحنا شغال معاهم وبعلمهم يعني. وقلت في صور هم اخذوها، في صور هم اخذوهم. اذا ممكن اول اما تيجي هقول لك بالظبط. انت كمصور يعني كيف بتقيم حاليا الى الان يعني؟ صدقيني يا لوجين انا استغربت يعني. دي صور من صورهم. هحكي لك ممكن صور يعني، ممكن بعد الصور احكي لك ولا احكي لك دلوقتي؟ لا احكينا، مو مشكله على ما تيجي الصور. خلينا نشوف الصور وبعدين نكلمك. اوكي نروح للصوره اللي بعدها. هاي ايش بالضبط؟ دي شجره. جذع. بصير صوره كلوز قوي. جذع شجره. هل بتتركهم على حريتهم هم يختاروا الموضوع اللي يبغوا يصوروه، ولا انت كمان تختار او بتساعد على الاقل في اختيار الموضوع؟ بساعد في اختيار، انما يعملوا قوي ما يعملوش اي جوه الكشن التدريب لا. بسيب التيست بتاعهم يطلع، ذوقهم يطلع فيه. حلو. اوكي يعني خالد الله ياخذ شيء دائما يعطي شيء، يعني دائما يشوف اللي محروم من نعمه معينه يتميز في شيء ثاني. بالزبط. اكتشفت هذا الشيء فيها؟ انا شفته يعني بصراحه لمسته. انا كل مره بخلص معهم ورشه العمل بحس ان انا انسان جديد. يعني عايز اقول لك مثلا يعني من ضمن تجربه كارن اللي هو الولد اللي شفتوه في الصور، كارن النهارده بيصور وما كانش بيسمع طبعا الكاميرا، فبيبص في الكاميرا يا عيني فاكر ان الصوره اتاخدت. نعم. فانت توصل ان هو يحسها بايديه وتوصل لقلبه وتشوفها عليه ان هو فعلا بيدرك وبيستوعب ده، وتشوف كمان الطاقات بتاعتهم في التكنيكس عامله ازاي. بيعمل دبس في فيلد، بيعمل حاجه بلور وحاجه نت، وفهم ده وفهم ازاي يشغل الكاميرا مانيوال مثلا، واخد بالك؟ دي من ضمن الصور بتاعتهم. سبحان الله. فبتشوف. انا بصراحه اول مره في حياتي اشوف ده. يعني انا اول مره اشوف ده، وتملي كنت انا عايز افكر ان انا اعمل حاجه للناس اللي هي مش سهل ليها تروح تصور، زي ما كنا عملنا يلا تصوير بكده للناس العاديين. نعم. فكنت بفكر في الموضوع فعلا، وجه سبحان الله مع ذوي الاحتياجات الخاصه، وان شاء الله باذن الله يعني هنوصلهم لمرحله يقدروا فعلا ان هم ما يبقوش عالة على المجتمع. أكيد ان مشكلتهم أكيد. لما بيوصلوا لسن معين حتى المراكز ما بتعرفش تقويهم، فبيضطروا ان هم يعني خلاص مش هيقدروا ياخدوهم اكتر من كده. عايز اقول لك بيجي لهم حالات اكتئاب، وبيجي لهم حالات عمى، وكمان بيجي لهم في ناس منهم بيموتوا بعد كده. نعم. ده بكل حاجه في حياتهم يعني. بالعكس يعني نشكرك يعني على هذه اللفته الانسانيه خالد، يعطيك الف عافيه وجزاك خير. وهذا شيء جميل يمكن لاحظنا كمان ايضا من بعض النوادي وبعض الشركات اللي صارت متخصصه في توظيف وتمرين ذوي الاحتياجات الخاصه. شكرا لك على تواجدك معنا، يعطيك العافيه. خلوني اول حاجه بسيطه بس الناس ازاي تشترك. احنا عندنا الايميل لو ممكن طالع على الشاشه، يقدروا يشتركوا معانا في الكورسات بتاعتنا. وهذه دعوه عامه اكيد. بالظبط طبعا لاي حد عايز عنده طفل لو سمحتوا خدوا الخطوه، ابعتوا لنا الايميل واحنا هندخلهم في البروجرام، واحنا هنوظفهم كمان في حاجاتنا احنا هنبتدي بيهم. ممتاز. يعني عندنا برامج تانية للاطفال اللي هم سن المراهقه مثلا. نعم. والسلوكيات بتاعتهم. يعني بالتصوير برضو بنوصلها بشكل معين. اكيد ان شاء الله يتواصلوا معنا، يشتغلوا معنا، يساعدونا ان شاء الله. الله يعطيك العافيه، دايما متميز خالد.